بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حكايتنا النهارده مع قديسه مش كتير عارفينها، هي اسمها القديسه افروسانيا، وهي عاشت في اواخر القرن ال13 وبدايه القرن ال14، وهي فقدت والديها وهي لسه صغيره جدا، فتولت احدى العائلات التقيه الغنيه تربيتها وعاشت في وسطيهم، فنشأت على حياه التقوى ومحبه النسك الشديد. ولما كبرت وابتدى شباب العائلات الكبيرة يتقدموا لها، كان في شاب بالأخص بيحبها جدا ويعتز بيها وعرض عليها الجواز كذا مرة، لكنها كانت بترفض لأنها بتول وهتعيش عروس للمسيح. ولأنه كان بيحبها جدا قعد يلح عليها كتير، فكان منها اللي لما مسكت المقص وقصت شعرها وحطته قدام العريس فحزن حزن شديد جدا. ولما شاف اللي هي عملته قديستنا ده قدامه، فهو كمان حب الرب وكرس نفسه للخدمة وبقى خادم للرب، لأنه رأى محبة ربنا في قديستنا الحلوة. لما قامت العائلة اللي قامت بتربيتها وإصرارها على البتولية وحياة النسك الشديد، أصروا إنه يودوها للدير وهي هتعرف تتعامل وهيتعاملوا معاها، وكانت فرحتها شديدة جدا لما قرروا أهلها هذا القرار. فحبت ربنا جدا وكانت نفسها تكون عروس للمسيح وتحققت أمنيتها، وتجلى ليها الرب كتير في الدير وقام بتوعيتها وتربيتها أكنه أب ليها، فازداد ده نسك ليها. سهر روحي تصلي وتتعبد لربنا، واشتقت من قلبها كتير انها ترتدي بقى زي الرهبنة وتعيش راهبة. وقد وهبها الله عمل المعجزات والكتيرة على يديها من كتر محبتها له. ولما تنيحت رئيسة الدير اختاروها هي تكون رئيسة للدير لمحبتهم ليها، وخاصة ان هي بتحب فضيلة العطاء جدا. كمان كان عندها روح العطاء والحكمة، فكان الكل يشتاق لمجالستها والحديث معاها في الأحاديث الروحية من كتر ما هي متعمقة في الكتاب المقدس، وكانت بتجد راحتها عن الكلام عن المسيح ده. مرت الكنيسة ساعتها بضيقة كبيرة، لكنها ردت المطرودين وقعدت تتكلم معاهم وتشاورهم، وبعد كده رجعوا تاني للإيمان وبقوة، وبكده ردت نفوس كتير للإيمان. وفي الأخير عانت قديستنا من أمراض كتيرة، وكانت بتعتبرها صليب حي بحياتها للاستشهاد. ورقدت في الرب في 9 من إمشير عام 1024 للشهداء، وكان وقتها عمرها 80 سنة. وقد حضر البابا يوحنا الثامن أثناء انتقالها. بركة وصلوات قديستنا أفروسانيا تكون معاكم ومعانا أمين، وبركة أمنا العذراء وبركة القديسين كلهم تحوط بيكم وتعمل معاكم المعجزات الحلوة ويشفعوا ليكم أمام ربنا في السماء أمين يا رب. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح ربنا، دايما يفرح قلوبكم بكل غالي، واذكرونا دايما في صلواتكم، وأمين صلوات القديسين تشفع لينا وليكم أمين في السماء أمام الرب يسوع له كل المجد